السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي ام هنا ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا. وقبل ما اقول لكم اي حاجه، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعاده على قلوبكم، يا صباح الرضا. عاملين ايه؟ وحشتوني، وحشني تعليقاتكم الحلوه، وحشني سؤالكم عليا. انا بحبكم قوي على فكره، انتوا ربنا اللي يعلم اخواتي في الله والله. بصوا. يعني معلش الفيديو بس ده كنت بقالي فتره ما كنتش باعمل فيديوهات. المهم بس ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هتبقى فتره حلوه جدا جدا. يعني نتفائل خير ان شاء الله باذن الله. صلوا على النبي الاول عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله باذن الله. بصوا النهارده انا هوريكم بقى ايه مشترياتي، يعني ايه انا حبيت ان انا اسلم عليكم الاول. وبعد كده بصوا انا كنت بفكر اقول لكم المقدمه ايه والله، عشان انا كنت بقالي شويه مش بصور لكم فيديوهات، فحاسه ان لما بقف كده قدام الكاميرا بتبقى في ايه رهبه كده، يعني مش عارفه اقول ايه، وببقى مكسوفه وكده. فالمهم فالنهارده بقى قلت ايه هوريكم مشترياتي. كنت نازله السوق وجبت طلبات الشهر بتاعتي. ف يعني قلت اصورها لكم برضو يمكن الفيديو يفيدكم بحاجه. بديكوا افكار. ان شاء الله باذن الله، وهديكوا افكار تانية كتير. آه، يعني باحاول على قد ما اقدر ان انا بفيدكم يعني باي معلومه بخزين الشهر، ازاي نوفر، بنقسم خزين الشهر ازاي، هتشوفوا معايا كل ده في الفيديو. دي طلبات الشهر معايا. طبعًا إيه، دي الحاجات اللي هو لوازم المطبخ. اللي هو بقى إيه زي أنتم ما شايفين الخضار، لوازم المطبخ، أي توابل ناقصة عندِك بتجيبيها، أي سكر، مكرونة، رز، زيت، شعرية، لسان عصفور، توابل، أي حاجة. كل ده هتشوفوه معايا في الفيديو. هتشوفوا المشتريات. إحنا برضه مش مشترين حاجات كتير ولا مشترين حاجات قليلة، يعني على قد ما تقدري. البساطة برضه، يعني التوفير مطلوب. مش حاجات كتير أوي، مش حاجات قليلة أوي. طبعًا إحنا لازم نقول الحمد لله على كل حال. طول ما إحنا بنحمد ربنا، يعني ربنا إن شاء الله بإذن الله بيزيدنا من فضله ومن كرمه. بصوا بقى أنا باوريكم البطاطس اللي أنا جبتها دي. نسمي الله الأول. البطاطس اللي أنا جبتها دي كانت 2 كيلو ونص، وكنت جايباهم هي البطاطس طبعًا انتوا عارفين إن هي غالية الأيام دي. فكنت جايباها ب35 ال2 كيلو ونص. ال2 كيلو ونص كانوا ب35 جنيه. وبعدين جبت ال3 كيلو بصل ده. البصل ساعتها كان عامل 12 ونص. فال2 كيلو 3 كيلو بصل كانوا عاملين في حدود 37 ونص ولا حاجة. والبطاطا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي انا قلت بقى اجيب بقى كيلو ونص. بطاطا كان كيلو ونص ب10، يعني رحت جايبه كيلو ونص، قلت بقى اعمل حاجه حلوه لولادي. هتشوفوها برضو، عامله لكم وصفه حلوه جدا بيها، هتشوفوها هتعجبكم جدا وهتنفع ولادكم وهيفرحوا جدا بيها. يعني هي وصفه ساقعه كده هتحبوها. وولادنا طبعا كلهم بيحبوها، انتوا هتشوفوها لما تعرفوا في الفيديو، مش في الفيديو ده، الفيديو اللي بعده. المهم وجبت كيلو طماطم وجبت ربع كيلو فلفل حراق. طبعا انا كنت جايبه الطماطم من قبليها، كنت جايبه طماطم وعاملاها سلطه وكده. فهي دي كانت طماطم جامده. انا بحب اجيب كيلو واخليه بس في الدرج بتاع التلاجة كده، عشان لو احتجت للسلطه لاي حاجه. وطبعا الحاجه اللي ما بنستغناش عنها، علبة اللي شوربة الماجي دي، بحس ان هي بتوفر معايا طول الشهر كتير بصراحة. عن ما بجيب اللي هي مثلا سايبة كده، اللي هي يعني بجيب مع ب5 ب10، بحس ان هي مش بيبقى فيها بركة. فالحاجة طبعا انت بتجيبي طلبات شهر، فدي هتنفعك جدا وهتوفر معاكي طول الشهر. طبعا الحاجات دي انا ما اقدرش استغنى عنها. هتقولي لي ايه الحاجات دي؟ اقول لكم دي ده ترمس وده حمص. انا جبت ربع وربع. ليه بقى؟ انا بعمله لاولادي بيتسلوا بيه، يعني انا بعمله لهم وبحطه في التلاجة، وبحط فيه ميه وملح، وبحطه في علبه في التلاجة، وبطلع منه بيبقى ساقع جميل. وبناكل منه. ولادي يعني بيحبوا الحاجات دي بصراحه. بصوا الرز ده كان ما شاء الله حلو جدا، يعني عجبني. وكان الرزاية بتاعته ناعمه كده وحلوه. ال2 كيلو دول 2 ونص، دول اللي قدامكم 2 ونص. كان الكيلو ساعتها عامل 24، يعني يوم ما جبته كان عامل 24. طبعا انتوا عارفين كل يوم الحاجة بسعر، فالأسعار بتتغير. فأنا بقول لكم اليوم اللي أنا جبت فيه الحاجة كان سعرها كام.
وده كيلو سمنة. أنا باحب أجيبها سايبة كده وبافضّيها في قلب العلبة عندي، برضه كمّلوا الفيديو معايا وهتشوفوا إيه، وهتشوفوا كل حاجة. طبعًا أنا ما باستعملش إلا إيه، السمنة دي بتبقى باحب جنة أوي أو كريستال، بتبقى ريحتها حلوة في الأكل. ودي كيلو مكرونة ونُص تحمير، وجِبت كيلو شعرية. بُصّوا طبعًا أنا النُص كتير عليّا والربع قليل في الأكل يعني أنا وولادي وكده، فأنتم هتشوفوا هنا أنا هاقسّمه إزاي، هاقسّم الحاجة إزاي. ودول كانوا كيلو إلا ربع مكرونة سباجيتي، كانوا كيلو إلا ربع، برضه هتشوفوا أنا هاقسّمه إزاي. لإني برضه الحاجة يعني إيه، أنا مش باحب برضه أعمل الحاجة بالكتير لأ، ولا بالقليل برضه، الحاجة المعقولة بتبقى كويسة، ما نهدّرش في الحاجة، طبعًا أنتم عارفين كل حاجة غالية، فعلى قد ما نقدر بنحاول إن إحنا إيه، نحافظ على الحاجة اللي عندنا عشان ربنا بس إيه، يزيدنا من نعمه ومن فضله. طول ما أنتِ بتحافظي على الحاجة يعني بتحسّي إن ربنا سبحان الله يعني بيبارك في الحاجة، لكن لمّا بنهدر في الحاجة ده طبعًا ما ينفعش. ما بنحافظش على النعمة. بُصّوا دول ده كده أنا جِبت البابريكا، كان عندي توابل بس ناقص البابريكا جِبتها، واللي قدّامكم دول كنت جايبة كيس برسيل في طلبات الشهر بالمرّة، كيس برسيل جل، كيس ديتول، 2 كيلو صابون، وجِبت كيس الرابسو ده. طبعًا الصابون السايل ده ال3 أكياس ب10 جنيه، أنا كنت جايبة كيسين بس، يعني اللي كانوا فايضين عندي المفروض إن أنا باكمّل يعني، فجِبت كيسين. ودي إزازة خَل أنا جِبتها كانت ب6 جنيه، كانت نازلة عليها عرض بس الخَل ده تحفة، جميل وأبيض ما شاء الله يعني جميل نوعه كويس. وجِبت إزازتين الزيت دول، إزازة الزيت دي كانت عاملة 55 جنيه. طبعًا الكلام ده مش من كتير يعني، هو أنا كنت شارية الطلبات دي من يومين بس مش من أكتر يعني. ودي علبة السمنة، بُصّوا بقى بتخلص إزاي، أنا كل أمّا بتخلص باجيب السمنة وباحط فيها، مش باجيب سمنة علب. أنا هي السمنة العلب جنة أو روابي أو أي نوع أنتِ بتستعمليه بتحبيه بتقولي مثلًا للعطّار أنا عايزة كيلو من ده أو 2 كيلو أو 3 كيلو على حسب أنتِ ما عاوزة، وبتفضّيها في العلبة على كده، بس عايزة تحطّيها في التلاجة، عايزة تحطّيها في المطبخ، بتنفع في أي مكان وبتفيدنا وما شاء الله بيبقى الكيلو فيه بركة عن العلبة نفسيها. بس فأنتِ برضه الفكرة دي حلوة لو أنتِ حابة تجيبيها سمنة سايبة أحسن، وهي نفس العلب بس بتبقى صفايح كبيرة وهو بيدّيكِ منها سايبة نُص كيلو، كيلو أو 2 كيلو على حسب أنتِ ما عاوزة. فالتوفير يعني مطلوب، العلبة بتبقى عاملة مبلغ وقدره، فالسمنة بتبقى أنا كنت جايبة الكيلو ساعتها كان عامل 85 جنيه، طبعًا هي سعرها كده كويس يعني في المعقول. وباطلّع شوربة الماجي باحط في الإيه، في العلبة، ليه بقى؟ أنا باحب أستعمل ما باحبش أطلّع من العلبة على طول من المطبخ، لأ أنا باحب أشيل الحاجة وباطلّع على قد الاستعمال بس، في العلب زي أنتم ما شايفين. طبعًا الحاجة اللي فايضة عندي، اللي ناقصة عندي أنا باكمّلها وباحطها مكانها تاني، إذا كان توابل أو أي حاجة عمومًا. بُصّوا دول جِبت إيه، دول كيسين طعم الكاتشب، ولادي بيحبوا أنا هنا باعمل لهم الشيبسي وباحط عليهم كيسين طعم الكاتشب دول، جبنة بقى كاتشب أي حاجة، هو كيس ساعتها كان عامل جنيه ونُص. وطبعًا كان فايض عندي إن أنا أجيب كيس كيك شيف اللي هو بيكنج باودر وكيسين فانيليا، فبرضه جبتهم وسِبتهم عشان لو عملت أي حاجة حلوة، كيك، أي حاجة يعني بتبقى الطلبات عندي. بُصّوا بقى أنا قسمت الكيلو إلا ربع على إيه، على مرتين، على كيسين، منها إن أنا ما باهدّرش فيها ومنها إن أنا ما باعملش برضه قليل، يعني ربع كيلو قليل والنُص كيلو كتير، فالمعقول مطلوب. بس طول ما أنتِ بتحافظي على الحاجة يعني إيه، بيبقى فيها بركة. بُصّوا هنا ده كان كيلو اسباجيتي، أنا عملت إيه بقى في الكيلو، هاقسمه على 3 مرات، يعني هو 3 مرات حلو أوي، مش هاقسمه على 4 مرات عشان برضه ربع كيلو هيبقى قليل لو أنتِ معاكم أطفال وكده، 3 مرات هيبقى كويس جدًا وفي المعقول. بُصّوا أنا قسمته على 3 مرات إزاي، 3 أكياس، ما شاء الله والله هو كان الكيلو بصراحة يعني فيه بركة يعني هو أنا بالنسبة لي كده الكيس ده حلو للأكلة، مش وِحِش. فأنتِ بتجيبي من كل حاجة مثلًا 2 كيلو والّا حاجة والّا كيلو ونُص وبتلاقيهم ما شاء الله عاليين، يعني طلّعوا كمية حلوة، ومنها برضه إن أنتِ إيه، ما عملتيش لا كيلو ولا نُص كيلو ولا ربع كيلو بالقليل، أنتِ عملتِ في المعقول. جرّبي برضه كده ومش هتندمي، صدقوني طول ما أنتم بتحافظوا على الحاجة والله ربنا اللي يعلم هتحسّوا إن ربنا بيبارك في الحاجة.
وده كان نص كيلو مكرونه، انا عملت ربعين. ليه بقى يا ماما انا نص كيلو مكرونه عملت ربعين؟ لاني ولادي مش بياكلوا في المكرونه المحمره قوي، فانا هم طبقين بس بحطهم جنب الغدا، يعني على الغدا كده وخلاص. ملهمش ملهمش اكل فيها قوي المحمره. طبعا الاسباجيتي هما بيحبوها، بعملها للمكرونه البشاميل، اللي بعملها بالصوص الابيض، بعملها بالطماطم، مكرونه حمراء كده. لكن المكرونه التحمير دي مش ملهمش طول عليها قوي، فانا جبت نص قسمت ربعين. طبعا انا ببقى عندي اكياس بقسم الحاجه دي ايه عليها. بصوا ده كان كيلو رز، انا قسمته الكيلو رز على 3 مرات. ليه بقى؟ على اساس ان برضه هيبقى على قد الاكله بس. انا لو شايفاه قليل احط عليه ايه، احط عليه تاني. فانا كده شايفه الكيس قليل وممكن ما يكفيناش مثلا ايه. آه بالنسبه لي بيبقى غدا وعشاء، يعني فتره غدا ولما ولادي يعني اللي هو طالبين الاكل تاني بناكل في العشاء. فقلت الربع كيلو، يعني مش ربع كيلو، هو الكيلو على 3 مرات هيبقى قليل شويه في الرز. فقلت هزوده شويه. المهم انا قسمت الكيلو ونص على 4 مرات. الكيلو ونص على 4 مرات ما شاء الله كان حلو وكان مبروك والله، وكان فيه البركة. بصوا هنا ده كيلو رز هقسمه على ايه؟ على نصين. ليه بقى انا هقسم الكيس ده على نصين؟ لاني انا ساعات بعمل رز بلبن. ساعات مثلا اللي هو ايه، عندي مثلا حد موجود، بقوم عامله نص كيلو رز على طول. فبرضو ده ليه استعمال وده ليه استعمال تاني. شفتوا بقى الاتنين كيلو ونص رز ما شاء الله عمل لنا كمية قد ايه. اللهم بارك. طول ما انت بتحمدي ربنا على الحاجة، الحاجة بيبقى فيها بركة. وطبعا الحمد لله على كل حال، والحمد لله على نعم وفضل ربنا علينا. الحمد لله والشكر لله. بصوا هنا بقى الشعرية هقسمها ازاي؟ هقسمها على 4 تربع، يعني ربع كيلو. الشعرية ده قدامي ربع كيلو، هقسمه على 4 تربع هيبقى ربع كيلو. على الكيس الرز هيبقى حلو جدا، يعني ما شاء الله حلو. انا بحب اعمل الشعريه كتير شويه في الرز، بحس ان هي ايه بتدي للرز لون وطعم كده. بحب الشعريه في الرز كتير. بس طبعا الاكياس دي كلها حتى لو احنا طلعنا منها، احنا مش بتترمي الاكياس. انا بفك الكيس من فوق بفضيه في قلب الحله، وبيفضل نضيف زي ما هو. عادي انت ممكن برضو تلميهم في كيس، ولما تيجي تجيبي طلباتك زي كده برضو تحطيهم في قلب الاكياس تاني، طول ما انت نضيفه ومحافظه على الاكياس مش هيجرى لها اي حاجه. آه، بس بصوا إن ده اخر ربعين كنت بقسمهم اهو. ومعلش بس انا لو مطوله عليكم الفيديو سامحوني. فانتوا بس كل دقيقه ممكن تستفادوا فيها، يعني في بنات لسه متجوزه جديد، في ستات بيوت مش عارفه تنظم مثلا طلبات بيتها ازاي. فالتقسيمه دي بالنسبه لي بتبقى كويسه. بصوا ان انا جبت الباسكت من التلاجة، فكان فيه فلفل وكان فيه ليمون. انا حطيت عليه كيلو الطماطم اللي انا جبته وربع كيلو الفلفل. وجبت الباسكت التاني البطاطا اللي انا جايباها، فانا ما كنتش هعملها في نفس اليوم. فانا طبعا مش بحط في المطبخ في درج بتاع المطبخ، عشان خاطر المطبخ ايه عندي حر جدا يعني. فانا بحط في باسكت زي كده وبحطهم في التلاجة. إيه مش بيجرى له اي حاجه، بتحافظي على البطاطا، يعني اي حاجه عموما عايزه تحافظي عليها حطيها في التلاجة او في درج التلاجة، بتحافظي عليها اكتر وقت ممكن. بس اكياس الكاتشب دي هتعجبكم جدا لو جبتوها لاولادكم وحطيتوها على اي مقرمشات كده انتوا بتعملوها. على فشار، عايزين فشار بالكاتشب، عايزين فشار بالجبنه، عايزين فشار باي طعم بالفراخ اللي انتوا عايزينه. بتجيبوا الاكياس دي بجنيه ونص الكيس حلو جدا، بتحطيه على اي حاجه. بصوا هنا ده كنت جايبه ب5 جنيه حبه البركه، وكنت جايبه 4 اكياس ملح، وكنت جايبه ب5 جنيه نشا، وربع كيلو دقيق برضو اللي كان فايض عندي انا كملته. بس ودي كانت طلبات الشهر معايا. ما شاء الله. بصوا هي الحمد لله طبعا هي مش كتير قوي برضو ولا قليلة قوي، فهي حلوة تقضيني الشهر ونمشي برضو ايه اللي هو ايه ما نهدرش في الحاجة. يلا اشوف وشكوا على خير، ومع السلامة يا حبايب قلبي.